ما عرفتش منين نبدا الريجيم. هذا الشيء اللي خلاني نفتح هذه القناة. في كل فيديو نعطيك مفتاح، في الأخير إن شاء الله رايحة تتحصلي على ترسانة من مفاتيح الرشاقة. مرحبا بكم، أنا مريومة صاحبة قناة ريجيم بدون تكاليف. جيتكم بهذه القناة باش نعاود نبدأ معاكم من الصفر. واش ندير بالقناة القديمة؟ هذه القناة علاش؟ واش راح نحط فيها؟ درك نقول لكم كل حاجة في وقتها. بصح قبل كاين معانا ناس جدد اللي ما على بالهمش اصلا شكون هي مريومه. خلوا نعرفوهم بصاحبه القناه والهدف من القناه. بصح خلوني ناخذ شويه برك من وقتكم. اشتركوا في القناة باش تكبر، فعلوا الجرس باش كل مرة يوصلكم مفتاح جديد من مفاتيح الرشاقة، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات باش الناس يزيدوا يتعرفوا بينا وينجحوا كيما تنجحوا ان شاء الله انتوما، وكيما نجحوا صحاباتكم وزميلاتكم في القناة الأولى. وبعد الصلاة على النبي نبداو في التعريف بصاحبة القناة. إذن مريومة مختصة تغذية علاجية استشارية تغذية، ومتحصلة على شهادة في طب الأعشاب وكذلك شهادة ماستر دايت الدولية في التغذية. بصح قبل هذا كامل شكونها مريومة؟ لو كان عيني نقدم روحي كمختصة تغذية، لو كان راني قاعدة في بيرو لابسة طابلية حاطة داك الديكور الله الله قدامي، بصح لا أنا ما حبيتش. جيتكم من الصالون نتاع المنزل نتاعي بلباسي المنزلي باش تحسوا باللي مريومة واحدة منكم. مريومة عايشة في نفس المجتمع كيما انتية تماما. مريومة تاكل نفس الأكل كيما انتية تماما. مريومة عانات من الوزن الزائد كيما انتية تماما. مريومة ما عندهاش تاويل كيما انتية تماما. مريومة أفراد العائلة تاعها ما قبلوش ياكلوا معاها الأكل الصحي كيما انتية تماما. مريومة جربت بزاف ريجيمات كيما انتية تماما، وعاودت سمانت كيما انتية تماما. بصح الفرق ما بين مريومة وانتي هي أن مريومة ما فشلتش من المحاولة الأولى، لا من المحاولة الثانية، لا الثالثة لا الرابعة. مريومة راحت حتى للمحاولة الخامسة وين اكتشفت الأخطاء تاع المحاولات الرابعة اللي كانوا من قبل، صحتهم وكانت تلك هي آخر محاولة واللي راهي ناجحة بها والحمد لله، وهي اللي راهي تعلمها للناس اللي انتيا منهم. ومادام راكي لهنا معناتها راكي حاسة بوش راني نهدر. في الأعوام 2015-2016 عانيت من الوزن الزائد. ندير ريجيمات قاسية، ريجيمات عشوائية، ريجيمات مكلفة، ريجيمات مدمرة، ريجيمات صعيبة، ونلقى روحي إما ما نوصلش ميم با للرشاقة اللي كنت متمنيتها، ولا نوصل بصح ما نطولش وانا فرحانة بيها، ونلقى روحي عاودت وليت لنقطة البداية. وفي بعض الأحيان نولي لنقطة ما قبل البداية، على خطر إذا كان هذاك الريجيم مثلا نقصت به 20 كيلو نلقى روحي رجعت 30 كيلو، حتى ندير ربي سبحانه إنسانة في طريقي كيما راهو دارني أنا دركا في طريقك. شعلت التلفازة، هذاك الوقت ما كانش اليوتيوب، لقيت مختصة تغذية تهدر وتحكي في نفس الحكاية اللي راني نحكي لك أنا دركا فيها، قاعدة تقول باللي دارت بزاف ريجيمات قاسية، ريجيمات الحرمان، ولقات روحها باللي كل مرة تحبسهم وتعاود تسمان، حتى اكتشفت أنه أحسن طريقة لفقدان الوزن هي التدرج، الاعتدال، التنظيم والتوازن الغذائي. راني نهضر على سالي فؤاد الغنية عن التعريف، عجبني بزاف التفكير ديالها وليت نطبق في النصائح السبع نتاعها. بصح ما حبستش ثماك، زدت اجتهدت من عندي، على خاطر هي في بلد بعادات وتقاليد وانا في بلد بعادات وتقاليد اخرى. نطبق في النصائح نتاعها بصح على حساب الشيء اللي والفت ناكله انا، اللي كاين في تقاليدي انا، اللي تربيت عليه انا. يعني مش هي تجي تقول لي لانها مصريه صباح تاكل الفول انا روح نسيف على روحي ناكل الفول، لا نحوس على حاجه اللي تشبه، ناخذ من عندها الفكره ونقلمها، ندير لها برمجة على حساب حياتي الشخصية. أنا في الأول بديت نقص برك في كميات الأكل، بعد فترة لقيت باللي الوزن تاعي نقص، قلت مادام نقصت برك كميات الأكل الوزن تاعي نقص، ولو كان نزيد نبدل فيه شوية، يعني مثلا البطاطا راني ناكل فيها مقلية وراني نقص في الوزن، ولو كان نولي نطيبها في الفور، راني ناكل في الخبز تاع الفارينة البيضاء وراني ننقص في الوزن، ولو كان نولي ناكل تاع الشعير. هذاك الوقت ما كاش فارينة كاملة، كان بزاف تاويل نقص هذاك الوقت البنات. هكذاك وبديت نقص منا ندير منا نقص منا ندير منا، لقيت الوزن تاعي زاد هبط اكثر واكثر، وزيد ماشي غير الوزن، الصحة نتاعي لقيتها باللي بدات تتحسن. هنا وليت قلت كان هذا الشيء ونزيد معاه رياضة،
كيفاش ماله؟ بديت ندير في الرياضة بالتاويل اللي عندي ذاك الوقت، بالهيدورة البنات. تضحكوا على روحكم. طابي ما كانش عندي، هيدورة نحطها في الأرض وندير عليها الحركات. يوتيوب ما كانش هذاك الوقت ندير حركات من راسي، ولا كان كاين لي زابليكاسيون في البورتابل، نطلع ابليكاسيون ونبقى نتبع عليها. والشي اللي ادهشني هو اني بعد فترة لقيت باللي الوزن تاعي هبط، وانا ماشي فايقه روحي كاع باللي راني مدايره ريجيم، على خاطر اصلا ماهوش ريجيم، تنظيم للوقت، تنظيم للكمية، اعتدال وتوازن. بلا ما نفيق رجع هذاك نمط الحياة نتاعي، ناكل كي نجوع وما ناكلش حتى نتخم، ونعرف نختار واش ناكل. هذا ما كان. من بعد قلت لازم نشارك هذه التجربة مع الناس، بديتها بالفيسبوك، من بعد رحنا لليوتيوب، درنا القناة الأولى تاع اليوتيوب. للأسف درت بث مباشر تاع رياضة في الدروج تاع الدار. بعد أسبوع من هذاك البث المباشر طحت في الدروج وتكسرت من ظهري بين قوسين، يضربوني بروبيني صحيح. ضربت فترة وأنا في الفراش وعاودت نضت باش نكمل مع حباباتي. وثماك اللي زدت أكثر آمنت بهذه الطريقة، على خاطر بعد سنوات في الفراش بعد هذاك الحادث الوزن نتاعي ما زادش. قلت لكم على خاطر ولا نمط للحياة، ما ولاش واسمو ريجيم، وإنما ولا طريقة للعيش، طريقة صحيحة للعيش. وخلال هذيك الفترة الحمد لله ما قعدتش مكسلة نتفرج في التلفزيون وناكل ونعاود نسمان وخلاص. لا، أولا بقيت محافظة على الشيء اللي تعلمته. ثانيا شغلت نفسي بحاجة مليحة واللي هي الدراسة في مجال التغذية. درت تكوينات حضورية وتكوينات عبر الانترنت باش تحصلت على الشهادات اللي هدرت لكم عليهم في أول الفيديو. إذا البنات، هذه القناة هذه راهي ليكم، هذه قناتكم، نديروا فيها التحديات، نديروا فيها التشجيعات، نديروا فيها البثوث المباشرة. بصح وعلاش حتى دركا مازال كي تسمعي وما اشتركتيش؟ كيفاش نقدر أنا نمد لك بلا انتي متمدي لي والو، حتى اشتراك في القناة وما كانش، حتى تعليق باش نحس باللي كاين ناس راهم يسمعوني وما كانش. مالا البنات، اذا حبيتوا هذه القناة تنجح، واذا نجحت القناة نتوما الناجحين، على خاطر نتوما اللي رايحين تفقدوا وزن بدون حرمان من مرميطة واحدة مع العائلة، ما عليكم غير تتهلاو فيها البنات. الفيديو اللي نحطه تهلاو فيه بالمتابعة، بالتطبيق نتاع واش كاين في الفيديو، باللايكات، بالمشاركة مع الناس باش تكبر عيلتنا إن شاء الله. أما القناة الأولى فأكيد ما راحش نسمح فيها البنات، ورايحة نكمل الخدمة فيها بصفة عادية، يعني بقى وفيات هنا وفي القناة الأولى. وما تنسوش تابعوني كذلك في الإنستغرام وفي التليجرام. نخليكم في أمان الله وحفظه، وغدا يوم أفضل إن شاء الله.